أهلاً، تشرفت. مرتكها لا خطفناها ولا ضربناها، جاية بمزاجها، وإن كنت عايز تاخدها يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا يا رؤية. انا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما احب ارجع هرجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رؤية، ما بقاش بيتك. بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارني انا يا عمار؟ كمان ابويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك انت كمان، ولا نسيت؟ مات. ابوكي مات يا رؤية، وفي الدنيا دي انت ما بقالكيش حد غيري، وانا ابويا محتاجني وما اقدرش اسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس، ويلا بينا. ايه اللي حصل لكل ده؟ روحي وتبعي كلام جوزك يا رجية، مش هتحرك من البيت يا عيشة. ولو عايزني ابقى معاك يا عمار يبقى تختارني. انا اخترت ابويا يا رؤية. كنت عارفة، مش جديدة عليك يا عمار، عادي تسيب ابنك زي ما ابوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي تمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد ايدك على بنت تاني، واني دلوقتي بس صدقت انك فعلا ابن سليم. سيرة ابويا ما تتجابش على لسانك. غور يا واد غور، يلا برا برا. فلوس وصل يعني خلاص تبدأ بقى، مش حاجة تعطلك. والله عايش الدور قوي. بزنس مان قد الدنيا يا مامي، مش قادره اصدق. طبعا. وبعدين النهارده اول يوم يعني، سيبوني متحمس كده. ربنا معاك يا حبيبي. يا رب. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. طب مامي انا هقوم، انا بقى اروح المجموعه. وانا كمان هروح المصنع. طب حازم ممكن تاخدني معاك طب في طريقك؟ لا انا متاخر. طب ياسمين تاخديني معاكي؟ اوكي يلا. يلا بينا. باي باي ماما. باي يا روحي. دي يا باشا التقارير اللي سعادتك طلبتها عن ايرادات شركة الشحن ومصانع الاسمنت. قول لي فيها ايه يا مهدي؟ ما عنديش دماغ ابص في ارقام وجداول. التقارير الربع سنوية في الاتنين بتقول يا باشا انهم طالعين زي ما سعادتك توقعت بالظبط. توقعت ده ايه؟ انا ما بتوقعش يا مهدي، دي معلومات بيدفع فيها فلوس، سوق وبضاعة، كل حاجة ليها تمن. ليه يا باشا؟ هو انت ناوي تبيعهم؟ انا ناوي اكبرهم. عين العقل. عشان ابيعهم. عين العقل برضه. عارف يا مهدي انا بحبك ليه؟ ليه يا باشا؟ عشان انت زيي بتحبش تضيع وقت، وانا خدام سعادتك يا باشا. طب بص بقى، زي ما عملت في التقارير دي عايزك تعمل بالظبط مع بقية الشركات. أنا داخل على حرب يا مهدي، ولازم أبقى عارف كويس أنا واقف فين. صالحته؟ كنتش عرفك. انت ما هي رده في وشكوا انتوا الاتنين. صالحنا يا ستي. مبسوطة كده؟ طبعا مبسوطة. في حد يطيق يعيش في بيت كله نكد وغم؟ ودي تبقى عيشة يا يحيى؟ قاعدين اتصالحنا، اما نشوف بقى العيشة تبقى شكلها عامل ازاي. مش مرتاح ليه يا يحيى؟ محدش مرتاح يا ام يحيى. سيبك مني وكلي.
هو ده من امتى؟ ما تقول ايه اللي تعب روحك يا ابن بطن؟ ما بقتش عارفه اتبسط ولا ارتاح يا اما. كل شويه بقول لما اوصل للي انا عاوزه ارتاح، بس لما بوصل بلاقي نفسي شايل الهم اكتر واكتر. بقيت غني وعندي شغلي ومتجوز واحده من سيدات المجتمع وفيلا وعربيه، بس لسه حاسس ان الدنيا ضايقه عليا قوي. بعد الشر عليك من الضيقه يا ابني. ما تقلقيش على امي، انا صحيح صالحت الان، بس ربنا يعلم باللي في القلب. سلام يا امي. صباح الخير يا سياده المدير المالي الجديد. صباح النور، اهلا سيف بيه. اتمنى يكون المكتب عجبك. اكيد طبعا عجبني، ويا رب اكون عند حسن ظنك. انت دايما عند حسن ظني. انا جايب لك بقى رودي بنتي عشان تعلمها اصول الشغلانه، تعرفها حجم الاستثمارات ورؤوس الاموال اللي بنشتغل فيها. من عينيا، هخليهم يجهزوا لي المكتب اللي جنبي. نورت يا رودي هاني. طيب بس انا عجبني المكتب ده، انا هاخده وانت خد مكتب تاني. اي مكتب في الشركه هتشاور عليه هيكون بتاعك. صاحبة الشركات بقى براحتها. يلا شد حيلك بقى، عايزك تفهمي الدنيا ماشيه ازاي بدري بدري. متقلقش يا بابا. اقعدي مع اياد افهمي اصول الشغلانه وتعالي المكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. وانت بقى بيسموك ايه هنا؟ انا يا ستي المدير المالي للمجموعه. يعني انا لما اناديلك اقول لك يا ست المدير المالي للمجموعه؟ لا مش للدرجه دي، ممكن تقولي لي عياد. بدايه مش بطاله. خلاص هسيب لك المكتب بتاعك. ياسمين، انا عاوز اشكرك قوي ان انت خدتيني معاكي النهارده. مفيش مشكله. انت عارفه انا هستلم عربيتي قريب، بعد كده هتبريني سواقك، اخدك اي حته انت عاوزاها. 8 راجع قريب وهيستلم شغله على طول. لا 8 ايه؟ ده انا اخوكي. طب مفيش اخبار عن اياد؟ هو انت عايز ايه بالظبط؟ انا عاوز ياسمين ولا حاجه. طب بص انا هقول لك على حاجه. من البدايه كده بلاش كلمه اخوكي دي، عشان انا وانت فاهمين اللي فيها كويس قوي. بعدين كلمه اخوكي دي كلمه كبيره قوي، بيدفع ثمنها دم وموت، فيا ريت ما تقولش الكلمه دي لو انت مش فاهم معناها كويس. الشيخ هارون بيقول عنك كلام كبير قوي يا غندور، لدرجه اني مستغرب ازاي ما اعرفكش قبل كده. كنت مشغول مع حبايبك يا سيف بيه العطارين. طبعا حبايبي قوي. انا متفائل على فكره، واضح ان هيكون في بينا شغل كتير. خدامك يا سيف بيه وخدام اكل عيشي. استغفر الله، حاشا الله يا اخي، ايه اللي بتقوله ده؟ ندخل في الموضوع. ندخل في الموضوع. البضاعة هتوصل من مطروح، هجابلها أنا وغندور، نتمم كل شيء مظبوط، هو يكمل. يستحسن يا شيخ هارون انت اللي تستلم البضاعة وتجيبها بنفسك من مطروح، خصوصا ان دي اول عملية لبرقي لوحده، فلازم تفضل جنبه عشان تطمن انه قادر يشيل. لا تقلق يا سيف بيه، لا تقلق. برقي يده بيدي في كل العمليات اللي فاتت. عشان تطمن انا هروح بنفسي. غندور خليك جاهز انت والرجاله، دورك زي ما هو، انت اللي هتستلم، تفهم؟ اعتبرهم جاهزين من دلوقتي يا شيخ هارون. الله اكبر، انا متفائل.